خلاص يا حبايبي، كمية البرتقال الجميلة ادوني 5 اكياس في منتهى الجمال، والبرتقال اهوت في منتهى الجمال وطبيعي وشكله يجنن. ويلا نخزن مع بعض بقى العصير البرتقال التحفة تحفة تحفة. ولايك وشير يا حبايبي عشان تشوفوا كل حاجة جديدة عندي، واشوفكم دايما على خير. ازيكم حبايبي، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يلا بقى، اللهم بلغنا رمضان يا جماعة. احنا خلاص في نص شعبان. ان شاء الله احنا هنعمل بقى هعمل برضو معاكم عصير البرتقال زي ما انا بعمل كل حاجة عندي في مطبخي. انا حابة اوريها لكم على السريع برضو حبايبي. انا معايا كيلو من الجزر، ومعايا 5 كيلو برتقال، ومعايا ربع يعني ربع كوبايه سكر. انا مش بحب السكر كتير يا جماعه في الفاكهه، وانا مش عايزه احط سكر خالص. احنا هنكتفي لان سكر الجزر وسكر البرتقال ده بسره، يعني مش حادق، مش كويس. طعمه بيبقى حلو جدا في العصير. انا جبت كيلو من الجزر، غسلته كويس جدا وقطعته، وجبت البرتقال، قشر البرتقال كده فشرت كام واحده حطيتها على الجزر، ودي هنزل عليها. هنحط عليها شويه السكر دول بس عشان يعقدوا. ربع كوبايه سكر بس يا جماعه. اللي حابب بقى يحط سكر كتير يحط كوبايه ونص. ماشي يا حبايبي. على 5 كيلو برتقال وعلى كيلو الجزر يحط كوبايه ونص. بس انا حابه بس اكتفيت بس بربع كوبايه او بنص كوبايه سكر. ماشي. وهنا غسلت البرتقال كويس جدا. برضو احنا عايزين نستغل القش ده للبسكوت والعصاير وحاجات كتيره والكيكه. فاحنا برضو هنحط ده على النار وهنقشر، نحاول نفشره او تقطعيه كده بالقطاعه، ونشيل نحتفظ برضو بالقشر ونعمل الباقي عصير. ماشي يا حبايبي. كده انا رفعت الجزر مع القشر البرتقال مع السكر، حطيته على النار يا جماعه عشان ايه؟ يستوي. انا عايزاه يستوي عشان لما نضربه في الخلاط يبقى كويس. حبايبي انا كده قشرت ال5 كيلو برتقال، قشرتهم بالمقشره دي. كل واحد بقى عنده اي مقشره. انا عندي المقشره الجميله دي، البرايه دي انا بقشر بيها. قشرت ال5 كيلو برتقال بحيث ان انا استفاد بالقشر برده زي ما احنا اتفقنا. هحطه في كيسه كده في الفريزر عشان الكيكه، عشان البسكوت، عشان اي حاجه. ريحه القشر تجنن، والفايده في القشر. وكان عندي 2 استفندي بس برده خدتهم، حطيت القشر مع الجزر وهو بيتسلق، ودول هنقشرهم وهنضربهم بقى في الخلاط. يلا بينا. بصوا يا حبايبي، انا قشرت ال5 كيلو برتقال وقطعتهم، هنقطعهم صغير اي تقطيع، وهنجيبنا الخلاط اهوت، وهننزل بقى حبه حبه وهنضربهم. الكميه كلها حبايبي بقى وهنصفيه. شكله جميل جدا ومغذي، وزي ما احنا قلنا الفاكهه، اي فاكهه عندنا دلوقتي نستغلها، وبدل ما تبقى حاجات طبيعيه من البيت من غير مواد حافظه يا جماعه. هنصفي الكميه كلها حبايبي، وهنحطهم في اكياس في ازاز وتخزنوهم. وخليكم معايا حبايبي. انا ضربت الكميه كلها، 5 كيلو برتقال مع كيلو جزر مع ربع كيلو سكر، ربع كوبايه سكر. ماشي، مش ربع كيلو، معلش سوري. انا حابه الفاكهه كده بطعمها الحلو دوت، البرتقال بسره. وعندي الجزر برضو في سكر يا جماعه، فانا عايزه اكتفي كده بالسكر الطبيعي اللي في الفاكهه وفي الجزر. وعدوني الكميه الحلوه دي، ويلا بقى نخزنهم.